بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم البنات، نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير وصحيحين ومتهنيين في هذه الدنيا هذه يا ربي. جبت لكم لوبيا خضراء صوص طوماط يعني مجمرة ما شاء الله. نجيبو الطاجين القدرة نتاعنا ولا الكيكات، نحطو فيها طريف دجاج اللي عندك في الدار كويس، ولا واش عندك طرف دجاج وخلاص، حتى باللحم تجي مليحة كيف كيف يعني بدجاج ولا باللحم كيف كيف. ونديرو معاها شي مغرفة سمن ولا زبدة ومغرفة زيت، نقليهم مليح البصل مع هذاك الدجاج. انا عندي دجاج درت دجاج، حتى لو كان عندك اللحم زيدي معاك شويه لحم تجي بنينه عادي. هي تحب مليح التتبيل وتحبي اللحم ملاح وتحب مليح اللوبيا شويه صعيبه باش تجيك بنينه. قليو البصل مليح ونشوفوه ذاب شويه ونزيدو له الطماطم اللي هي ثاني مقطعه مكعبات او يعني شرايح كيف كيف قطعيها، ما تربيهاش برك قطعيها هكا. ونقليوها مليح ومن بعد نلوحو التوابل اللي هي كزبر، غرفة كزبر مليحة، كركم، شوية كمون، كمون وشوية فلفل أحمر وفلفل أسود. نقليوها مليح يعني تجي مليحة قد ما ديري في تاعها ديريهم تجي مليحة. شوفي هذه ثاني تحب ثاني ديريها صوص، ديري الدجاج طيبيه ويطوب وحده مع البصل ثاني شويه بصل، وهي طيب عاد تلوحي اللي خطرين تعود تعطيها وانت تلوحي ثاني الطماطم والبصل ثاني تجي روعه في القمه وتجي بنينه يعني هكا ولا هكا حتى هكا تجي مليحه. هكذا تقليها مليح باش هكا تجيك بنينه، قد ما تقليها تعطيها وقت في التقليه تجيك بنينه. ونرميها هكا في الفله كحل وشويه توابل، خليوها مليح تتقلى، نعطيوها وقت هي تقلى مليح. وحنا نزيدو نلوحو لها هاد اللوبيا الخضرا اللي كنا غليناها في شويه ملح شويه ماء باش هكا تنحي التراب وتجينا مليحه. كي تقلى مليح نغليوها نغسلوها مليح اللوبيا هذه تاع خضرا ونغليوها شويه في ماء وملح. من بعد كي نبغي نلوحو لها الثوم تاع ندرك، هاو الثوم خليوها تتقلى مليح. يعني الثوم انا نسيتو، ما يتلاح على الاول بصح انا نسيتو لحتو دركا، والملح هذا ولحتو الثوم ونقليوها مليح هكذا ونخليوها تعطي وقت تشرب لاصوص تاعها هذيك مليح تتقلى. ونخليوها قد ما نخليوها قد ما نعطيو لها الوقت. اللوبيا الخضراء تحب الوقت، تحب تقليه مليح ما تحبش تصبي منا. بعد نمرقوها بشويه ما سخون وما نكثروش الماء باش من بعد طيب لنا ترفع صوص برك ما طيبش بزاف. ما نكثروش الماء ولا الماء يكون سخون هكذا باش تجيك مليحه وتجيك بنينه. قد ما تكثريش الماء برك وظلي على النار خليها قليله خليها طيب العقل. ومن بعد زكيها بطرف بطاطا، يعني اللي عنده العاينه شويه يدير معاها شي بطاطا هكا باش تكفيه وتجي. حتى البطاطا كي تلوحيها في لاصوص تاعها تجي بنينه. ومن بعد تجبديها تحمريها في طوي زيت هكذا هي طيب وانت تحطيها في الصحن تاعك هي كتجمرت يعني ما شاء الله في القمه مع طرف خبز ولا كسره مطلوع يعني تجي ما شاء الله في القمه. هي كي ولا حتى درك يعني اللي ما درتيش الطماطم والبصله على الاول هكذا ديريها على الاخر هكذا وتجيك مليحه. تاكلوا بالهنا والصحه وملاقات الخير ان شاء الله.